السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. زي ما عودناكم إن احنا قلنا قبل رمضان إن شاء الله تعالى هنعيد كل البهارات تاني والتتبيلات مرة تانية، والمرة دي بقى هنقول كمان الطريقتين. هنقول طريقة تنفع للعطارين وطريقة هتنفع لست البيت، وكل ده هنكتبه في صندوق الوصف عشان الناس اللي زعلت مننا في المرات اللي فاتت. هنكتبها بالترتيب، هنكتبها بالمقادير، عايزينها بالمعلقه. كل اللي انا عايزه بس ان شاء الله اما انشر الفيديو التعليقات بتاعتكم تقولوا لي انتوا عايزينها بالمقادير يعني بالجرامات ولا عايزينها بالمعلقه. وهنبدا اول حاجه النهارده السبع بهارات، يعني هي اللي الدارجه او بمعنى اصح هي اللي المشهوره، بتلم كل الاكلات، بتنفع لاي حاجه. ست البيت لو ناقصها حاجه بتمشي معاها ما بتقولش لا. هنعمل الطريقه التوتال، وفي صندوق الوصف هنحدد الطريقتين اللي هي بتاعه العطار وبتاعه ست البيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا معانا. طبعا زي ما احنا عارفين اول حاجه فلفل اسود، احنا هناخد كميات صغيره عشان الطحن، وبالنسبه للمقادير هتبقى مكتوبه معانا ان شاء الله تعالى. فلفل اسود، كمون، كزبره، كبابه صيني، زر ورد، روزماري وزر ورد، زعتر، وفي عندي ناس بتحط سنة ينسون، ودي برضو من ضمن الاختلافات، سنة ينسون وسنة شمر تدي تيست عالي قوي قوي قوي. نيجي بقى للغوامق، القرفة او القرفة السيجار، ايهما الاتنين المتاح مش هيفرق. في نوع تالت اللي هو الدار صيني، بس الدار صيني غالي شوية، خلينا في واحد من الاتنين دول. الزنجبيل والكافورة. طيب سنة حلبة دي طبعا مش هتنفع مع ست البيت، احنا بنتكلم كاجمالا علشان خاطر كسبع بهارات هتنفع للعطارين وهتنفع لست البيت. خد مني الكلفة كاملة، وبعد كده ابقى خد من صندوق الوصف اللي يعجبك واللي انت ما انتش عايزه. جوزة الطيب، الحبهان، القرنفل، الدار فلفل او العرق دهب، شوية بقى عود ايكر لو هو موجود، مش موجود خلاص مفيش اي مشاكل. ممكن نضيف سنة نعناع علشان الريحة، بما انها من ضمن الخضرويات زي الزعتر والروزماري. بنقف هنا كمان على نقطتين، انت عايزة السبع بهارات تبقى فاتحة ولا تبقى غامقة ولا تبقى حمراء. لو هي عايزاها تبقى من ضمن الفواتح بنقلل من الغوامق اللي هي العرق دهب، الفلفل الاسود، بنزود من الكزبرة والكلام زي كده. عايزاها تبقى حمراء بزود بابريكا وازود توم باودر وبصل باودر وسنة كركم. طيب انا عاوزها تبقى غامقة يبقى بزود من اللي هي السواد بقى، اللي هو ينفع معايا في اللحوم، في البط، في الحمام، كل ما هو اسود. دي التشكيلة عموما بتبقى بالشكل ده. هي تركيبتها كتيرة، احنا بنقول عليها السبع بهارات، ال11 بهار، ال10 بهارات، ايا كان المحتوى بتاعها في الاول وفي الاخر واحد تقريبا واحد. بس التست بتاعها عالي جدا، بتنفع في كل حاجة، ما بتأثرش في يعني لو انا مش عندي بهار فراخ بتدوس، عندي بهار لحمة بتدوس، شوية ملوخية وبامية شغالة، ما بتأثرش معايا في اي حاجة. هنطحن الكلام ده ونرجع بقى في الاخر ان شاء الله. هنطحن بقى الحاجة دي ونشوف طحن.
شاء الله الريحه غيرت خالص. هي انا مرضتش انعمها قوي علشان بس تبقى ظاهره. يبقى موجود المحتوى بتاعها. تعالى بقى شوف كده الحاجه. احنا تقريبا كده اهي. دي بتشتغل بقى في اي حاجه، لحمه، فراخ، باميه، ايا كان المحتوى اللي احنا هنعمله هنطبخه. من الحاجات الجميله بجد يعني. هو الفرق بقى في التركات او كلام زي كده ده كله زي ما احنا قلنا هحدده بالنسبه لكم، لان في زي ما قلنا في بدايه الفيديو في ناس بتستخدم كركم، في ناس بتستخدم بابريكا، في ناس اللي هي بقى عندها عرق جناح والكافوره والكلام زي كده برضو ممكن ما يكونش عند كل الناس. فاحنا بقدر الامكان هنسهل، هنشوف ايه اللي ينفع مع ست البيت بحيث دخلت رمضان وكلام زي كده تقدر تجهز البهارات بتاعتها. وفي اخر الفيديو قولوا لي انتوا عايزين تعملوا ايه، كل انواع البهارات اللي انتوا عايزين تعملوها احنا هنعيدها كلها بالاجماع علشان خاطر احط فيها المكونات. عايزين نبدا بايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، قناه العشاب الصغير. هيبقى فيه برضو الفيديو هيبقى مرفوع على صفحه شيخ العطارين. المحل الموجود في الستاموني بالقاس الأهلية. هسيب رقم التليفون لو حد حابب يتواصل معايا، حد عايز بهارات اقدر ابعتها له، حد عايز معلومه اقدر افيده فيها، على دماغي مفيش اي مشاكل. نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.